من الأكلات الشتوية من مطبخنا الحلبي والمطبخ الشامي رشتاي بعدس أو الست زبقي، كتير طيبة، نباتية بامتياز، تراثية وقديمة. تعالوا نشوف شو الفرق بيناتهم. أول شي بنسلق العدس والمعكرونة، وعلى زيت الزيتون مننزل بصلة مفرومة ناعم ونقلبها بس لحتى تدبل. بنضيف عليها المعكرونة أي شكل انتو بتحبوه، أنا حسيت هالشكل الفيونكات مناسب أكتر شي لهالأكلة. ومنضيف عليها العدس، ومنضيف عليهم شوي من مية العدس ومية المعكرونة، ونتركهم يغلوا مع بعضهم لتتعقد معنا المرقة. على زيت الزيتون مننزل توم مهروس وكزبرة خضراء. طبعا بحلب ما كانوا يحطوا كزبرة خضراء، كانوا يحطوا كزبرة يابسة لأنه ما بيعرفوها، ما كانت موجودة، بس لحتى تدبل من غير ما يغير لونها. ومنضيفها على العدس والمعكرونة ومنقلب. منضيف عليها دبس الرمان ومنسكب، وهي هي الست زبقي. ولا مانع من زينة على الوجه كزبرة خضراء وثوم مع بصل مقلي. وهلأ منكمل مع رشتاي بعدس اللي هي في إلها إضافة السلق. منضيف عليها السلق الكمية اللي بتحبوها، ومنتركه لحتى يستوي. وهي هي أكلتنا اليوم، كتير طيبة بجد، بتطير العقل. ما رح تكتفوا من صحن واحد، جربوها وصحة وهنا لقلوبكم وبس والله.